طيب موضوع امه من الاخر. امام عايز يمشي، باينه يعني زي الشمس. الراجل بقاله 50 يوم ما اتمرنش، سافر مع المعسكر ما بيتمرنش، رجع مصر ما بيتمرنش. ماتش برشلونه لعب الفرقه كلها وما نزلوش. ماتش النهارده انبي شرقيه مطلعه بره القايمه، فمش عايز يلعب وعايز يمشي. طيب الاهلي على فكره عايز يطلعه. بدأ جوه الاداره فكره ان امام يطلع خلاص، يعني يستسلموا ليها. طب ايه المطلوب؟ مطلوب واحد، عرض قوي. اتنين، ان ميبقاش الموضوع عن طريق ادم وطني. وامام مصمم ان يبقى ادم وطني في الموضوع. ليه؟ لانه اولا وكيله فبيحترمه، دي حاجه. تاني حاجه ان هو هو اللي بيجيب له العروض اصلا المعروضه على امام، يعني فهو طبيعي ان هو يبقى مع ادم وطني يعني. هما طلبوا منه ان هو يعلن وينزل ستوري ان ملوش علاقه بادم وطني، ويتباع عن طريق وكيل تاني. تتظبط له بقى، يجيب وكيل من بره، ابوه يبقى ابوه، يبقى يعني تتظبط. لما وامام رفض طبعا، فقالوا له طيب يا تجدد يا تتجمد زي ما هم عاملين معاه دلوقتي. بس هم ما اعلنوش بشكل رسمي، هم برضو مماينين مش عارفين يعملوا معاه ايه. فاللي هو احنا ما نزلنا بيان ان احنا امام مش للبيع، شكرا، عشان يضغطوا عليه ان هو يجدد ويسلموه للجمهور اكتر. بس هم ما قالوش ان هو متجمد او متعاقب بشكل رسمي في الاخر برضو. فامام دلوقتي بيضغط ان هو يطلع عن طريق ادم وطني، بس هي العروض مش قويه، والسعوديه مش هتدفع زي الاول، ومش هتدفع للمصريين الارقام اللي الاهلي عايزها. واتحاد جده عرضه ضعيف، نفس مشكله الزمالك مع بيزيرا. عشان لا يطلع، اصل في ناس تقول له امام يقول لك بيزيرا، هو اصلا مش فاهم حاجه، فعادي يعني. خلي بالك عقليه الجمهور الاهلي هي دي اخر حاجه الاهلي بيفكر فيها. يعني هما مش هاممهم الجمهور، مش هاممهم رد فعل الجمهور، لانه كده كده هيتسيستم. هو اصلا كون ان هو جه دي السيستمه كلها. فوالله جدد وكمل ولعب، هيبقى ايمو الحراق المشطشط اوف والله مشي، السكريبتات هتتغير وهيبقى كلب وراح وجاسته جاي من الزريبه وحاولنا نربيه ومش عارف ايه والكلام الاهطل ده. بقاله 4 سنين ولا 3 سنين فاشخ فيهم، حطوا فيهم بالعرض، ويقول لك اصله جاي من الزريبه. يا ابني هو في الزمالك ما عملش عشر اللي عمله فيك، وتقول لك اصله جاي من الزريبه. طيب تمام براحتك يا ابني. امام بزيرا في ردود كده محفوظه اللي كان منزلها للجمهور فتمام. فانا ويطلع شوبير مصدرينه يقول لك ده اوفا هو عنده عروض بس مش عايز يطلع، وبيلعب وهو ساكت، بيستشهد ده برنامج مثلا مش في قعده. هو لو كان عنده عرض قوي ما كانش سكت. هو لحد النهارده ما جالوش عروض قويه، ولحد النهارده مش عايز يجدد على فكره، هو مروان عطيه. فهو اوفا يناير الجاي هيمضي ببلاش في اي حته. هو مش عايز يمضي عشان كده، عشان لو لعب مثلا الشهور دي كويس وجاله عرض بره يطلع فري، زي ما اكرم عمل زي ما رامي ربيعه عمل. واوفا لو انا يقعد في الاهلي اللي هو بقى معجون اهلي، ابوه معجون اهلي، وطول النهار يطلع يقول لك ده خيرنا، ده الاهلي خيره علينا، كان جدد على الاقل. وكان لو جاله عرض يتباع، لكن هو خايف ان النادي يضغط برضه فمش عايز يجدد. فما تحورش وترمي كارت يعني تضحك بيه على الناس يعني. انا بقول لك ان موضوع امام الاهلي زي ما حصل مع اسامه ابو علي هيستسلم في الاخر ويبيعه، لان هو الواد مش هيلعب وهو مش بالعافيه، زي ما الزمالك المفروض يعمل مع بيزيرا، زي ما فيش لعيب بيلعب بالعافيه. طلعه واستفيد منه وخلاص، شكرا.